السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وقناتكم البنه ديال سمان مع سهام. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كيف ما شفتوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم غاليط منزلي كفكره بحال كنوجدوه الكوتي ولا نعطيوه لوليداتنا في لانش بوكس المدرسه، نعطيوهم يعني ماكله صحيه كنعرفوا شنو كنعطيوهم. واهم حاجه بمكونات بسيطه يعني متواجده في كل دار وكيوجد معنا بسرعه. خليكم معايا حتى الاخر الفيديو وفرجه ممتعه. كما العاده عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وتعليق زوين، ولاول مره زار قناتي وعجباتو ما ينساش يشترك في القناه وفعل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. نبداو على بركه الله. هذوما المكونات: عندي جوج ديال البيضات، كاس لاروب ديال سكر سنيده، كاس لاروب ديال الزيت، جوج المعالق كبار ديال العسل اللي ضروري منهم، قشور ديال حامضه، سكر فاني، جوج ديال الخمارات. بالنسبه للدقيق عندي 4 الكيسان ونص، يكون مغربل طبعا، انا هنا غربلته. في واحد البول عندي رشه ديال الملح. صافي غادا نهرس البيض. كندير البيضه الاولى، البيضه الثانيه. صافي كندير هذاك الكاس لاروب ديال السكر سنيده، صافي كنخدمو شويه حتى تبدا تذوب معايا سنيده. من بعد ما خدمت البيض غير خلطت شويه حتى حسيت بالسكر داب، ماشي بالضروره بيض الخليط. صافي كنزيد هذاك كاس لاروب ديال الزيت، قشور ديال حامضه، من بعد ما درت الزيت والحامض غادا ندير العسل. كما قلت لكم جوج المعالق كبار ديال العسل، والفاني. من بعد ما درت المكونات كاملين صافي غنخدم هادشي مزيان، غادا نخدمو مزيان حتى يتجانس ليا الخليط وغيبدا يبيض. كيف ما شفتوا راه الخليط كيبدا يبيض معانا. هذا هو الخليط كيولي على هذا الشكل. صافي هنا غادا نحيد هذاك الفوي وغادا نكمل غير بيديا. صافي كندير هذوك جوج الخمارات، من الاحسن نغربلوهم. انا هنا ما حطيتش حدايا الغربال مع كنت مربله الدقيق من قبل. صافي كنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه وانا كنجمع. كما شفتوا انا كنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه وانا كنخدم مزيان على هذا الشكل. ما نديروش الدقيق مره واحده باش ما يجيناش ثقيل، كيجي يعني بحال اللي مدقص من الداخل. غير بشويه بشويه وحنا كنضيفوا الدقيق. بالنسبه لي انا هادوك 4 الكيسان ونص كيكفيوني دائما. غير هنايا في هاد عندي البيض كما شفتوا في اول فيديو، البيض عندي شويه صغير، يعني غيشيط ليا من هادوك 4 الكيسان ونص غيشيط ليا واحد غير شي شويه. غادا نوريكم شحال بالضبط شاط ليا. هنا بديت كنتحصل على العجينه اللي انا بغيت. راه كتجي رطبه، حنا يعني انا كنجمع فيها، كتحسوا بها رطبه معكم في ايديكم، ما يعني بسرعه كتجمع ما كتعذبكمش نهائيا. هذه هي العجينه ديالي من بعد ما تجمعت. كيف ما شفتوا كتجي رطبه. صافي غنغطيها ترتاح واحد 10 دقائق بما وجدت اللاطه. هذا هو الدقيق اللي شاط معايا، تقريبا واحد ربع كاس ديال الدقيق.
بعد ما خليتها ارتاحت 10 دقائق صافي هنايا وجدت اللاطه اللي دهنتها بالزيت ولا فرشوها بورق الطبخ. هنا ما بقاش عندي، صافي كنبدا نشكل العجينه ديالي على هذا الشكل. صافي كيف ما شفتوا معايا الشكل موضح في الفيديو، كناخذ واحد الكميه انا درت يعني كنديرها متوسطه ماشي كبيره ماشي صغيره، الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه. وانا مستمره بهذه الطريقه كيف ما شفتوا. ضروري ملي يعني اللولبها ما بين ايديا ضروري كنضغط عليها باش ما كتنفخش معنا اكثر من القياس في الفران. يعني هاد القياس، وانا يعني كنضغط عليها شويه ماشي بزاف عاوتاني باش ما تجيناش رقيقه بزاف وراه كتنفخ معايا في الفران. صافي غنكمل الكميه كامله. صافي بعد ما كملت الكميه ديالي كامله غناخذ واحد بيضه كامله مع تقريبا نص معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. صافي كندهن من الفوق. صافي غندهن هاد الكميه كامله ونرجع معاكم للتزيين. بالنسبه للتزيين صافي كندير خطوط بالفرشيط على هذا الشكل، كلشي موضح في الفيديو. يمكن لكم بغيتو تخليهم هكاك خليوهم، غير هذا الشكل كيعطي منظر زوين. في هذه المرحله كيكون الفران كيسخن على عافيتكم متوسطه. ردوا ليهم البال، راه بالزربه كيطيبوا. كنديروا اللاطه الفوق والعافيه لتحت حتى كيطيبوا ويتحمروا من التحت، وكنهبطوهم لتحت يذهبوا لينا وياخذوا هذاك اللوين زوين والمحمر من الفوق. كيف ما شفتوا معايا هذه هي اللاطه من بعد ما خرجتها من الفران، فكيجي زوين بزاف ومحمر وواحد الريحه خارجه منه زوينه. كنخليه حتى يبرد تماما عاد نحيدوه من اللاطه. ايوا هذا هو الشكل النهائي. كيف ما شفتوا كيجي طايب محمر من الجهتين. غنقسم معكم وحده باش تشوفوا، فكيجي رطب وكيف ما شفتوا معلك زوين. غير جربوه. والان وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله.